السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم بلبل فوت. إن شاء الله الناس الكل تكونوا بخير. اليوم إن شاء الله بعد ما حكينا على مركز حراسة المرمى وبعد ما حكينا على مركز الدفاع خط الدفاع وحكينا على خط الوسط في الفيديوهات السابقة. اليوم جاء الوقت أن نحكيو على واحد من أهم الخطوط واللي هو خط الهجوم. فقبل ما نبداو الفيديو نتمنى الكل تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ما تنساوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ويلا بينا نبداو. بالنسبة لخط الهجوم كالعادة باش نشوفوا القائمة اللي كانت في التربص اللي فات. بالنسبة للتربص اللي فات في خط الهجوم كانت القائمة تضم الياس سعد، سيباستيان تونكتي، ريان اللومي، فراس شواط، لؤي بن فرحات، سيف الله الطيف، عمر بن علي، خليل العياري، حزم مستوري، أنيس السعيدي. هذوما الأسماء اللي كانوا موجودين في القائمة اللي فاتت، وأكيد فما تغربيل باش يصير. فما أسماء ماهيش باش تكون موجودة في قائمة كأس العالم، وفما أسماء باش تكون موجودة. اليوم باش نحكيو مع بعضنا على الأسماء هذوما، أو باش نشوفوا نام اللي يستحق يكونوا موجودين وناهم من ما يستحقوش أنهم يكونوا موجودين في القائمة. بالنسبة للياس سعد الحقيقة هو يستحق أمور واضحة، أما الله غالب تعرض الإصابة في الواحد من المباريات الأخرانية، والإصابة الحقيقة جات في وقت خايب برشا بحكم تو الموسم سيء محسوب وفاه، أغلبية الدوريات وفات. الدوري الإنجليزي مازال فيه 3 جولات هكاهو، والدوري الإسباني كيف، حتى دورينا التونسي مازال فيه جولتين هكاهو. يعني الإصابة جات في وقت خايب برشا بالنسبة لياس سعد، ومشاركته في كأس العالم مشكوك فيها الحقيقة. الاسم الثاني معانا وهو سيباستيان تونكتي. سيباستيان تونكتي واللي تعرفنا عليه بقوة في كأس أفريقيا، خاصة في المباراة اللي كان ضد منتخب نيجيريا، وقت اللي هبط ووقت اللي عمل 20 دقيقة باهية مع منتخبنا. وقتها نتفكروا هو اللي حرك اللعبة، ووقتها مركينا زوز بونتو قلصوا نتيجة، كنا النجم وممكن حتى نعدلوا نتيجة ضد نيجيريا. المهم سيباستيان تونكتي وقتها لعب مع المنتخب التونسي، ومن وقتها هو ديما موجود في أي معسكر. والحقيقة أداؤه في سلتيك متذبذب، يعني بعد ما رجع من كأس أفريقيا مع سلتيك الحقيقة شد فورمة باهية ويشارك في أساسي، ولعب مباريات كجناح أيمن ولعب مباريات كجناح أيسر. الحقيقة تألقه الأكبر كان وقت اللي يلعب جناح أيسر. يعني بالنسبة لينا في المنتخب التونسي من غير فكرة إنه يلعب جناح أيمن هذه، من غير ما نجربوه، من غير ما نكسروا رواحنا كسروا روسنا. واضح إنه ملاعب يلعب كان على الجناح الأيسر باهي. بالنسبة في سيتيك كما حكينا كان خذا فرصته بالكدا وخذا تشكيل أساسية، ووقتها قيمته التسويقية ارتفعت من 3.5 مليون يورو تقريبا ل7 مليون يورو، حاجة كيما هكا. المهم أموره وضاحت. أما بعد بفترة الأمور تدهورت شوي بعد ما نقصت مساهمته التهديفية، وفقد الأساسية مع فريقه، وبعد التحق بالمنتخب التونسي في المعسكر اللي فات. ونتفكر مع بعض أنه وقتها سجل هدف ضد منتخب هايتي، أول ما هدف ليه مع منتخبنا التونسي. وبعد ما رجع الفريق سلتيك فما زوج مباريات بقى على دكة الاحتياط، ومباريات اللي بعدهم ألعب كأساسي في مباراة، وفي مرة أخرى كيف يعني أداء متذبذب، مرة أساسي مرة احتياطي، مرة يقدم مستوى باهي ومرات ما يقدمش مستوى باهي. ان شاء الله الوجه اللي خرجوا مع المنتخب التونسي نشوفوه كما شفناه في المعسكر اللي فات، وقتها سجل هدف وقدم مستوى باهي. ان شاء الله في كاس العالم كيف يقدم المردود هذاك. ريان اللومي الاسم الثالث معانا. ريان بعد بداية موسم كانت باهية برشا في فريق فانكوفر الكندي، من بعد الحقيقة خاصة بعد ما اختار المنتخب التونسي صار عليه ما عادش يمكن ضغط، ممكن فريق فانكوفر يعاقب فيه ولا كيفاه، خاطر فقد مكان الأساسي، حتى مستواه تراجع بشوي بشوي. في المعسكر اللي فات كان موجود مع المنتخب وقدم بوادر باهية. أما نحكيو على ريان اللومي مازال يعني نجم نقولوا مازال ما تأقلمش بالكدا، أو مازال ما شدش فورمة باهية حتى مع فريقه فانكوفر، فقد مكانه. هو الدوري الكندي بصفة عامة يعني كيف الدوري الأمريكي كيف الدوريات هذيك الكل، ماهيش كالدوريات التنافسية بالكدا اللي باش تخلي ملاعبي، نتصور ملاعبي هذا كان ينتقل لواحد من الأندية الأوروبية حتى ولو في درجة ثانية باش يكون عنده مستوى أكبر من هكا برشا، وباش يتطور فنيا وتكتيكيا. الاسم الرابع اللي معانا واللي هو فراس شواط. فراس شواط موسم هذا واحد أو مش واحد، هو أحسن 9 في تونس حاليا في البطولة التونسية، برصيد تقريبا 13 هدف في الموسم هذا، هو هداف البطولة. ونعرف الناس كل هداف البطولة أكيد باش يكون موجود في المنتخب التونسي.
وهو الحقيقة يستحق. صحيح يعني فنيًا شوية تحسّه ساعات يضيع فيها، أما نتصوّر فيها الشوّاط ملاعبي بسيط على الآخر، يعني ماهوش هاك ما تحسّه 9 كلاسيكي، يحط لك كورة في الشبكة من غير برشا تفلسيف، وهذي نوعية متاع مهاجمين مهمة برشا، خاصةً في مباريات كيما مباريات كأس العالم اللي ما تستحقش برشا تفلسيف. باهي الاسم الخامس اللي معانا وهو لؤي بن فرحات. لؤي بن فرحات لاعب نادي كارلسروه الألماني. الموسم هذا موسم باهي بالنسبة لي. لؤي رغم أنه تعرض للإصابة وغاب تقريبا على 14 مباراة في الموسم، إلا أنه اقتر أنه يساهم في عدد من الأهداف من خلال الأسيستات ومن خلال أنه يسجل أهداف. تقريبا سجل وساهم في 8 أهداف كاملين الموسم هذا، يعني حصيلة باهية بالنسبة للاعب صغير في العمر. سمعنا برشا أخبار عليه، وقيمته التسويقية في الموسم هذا زاد ارتفعت. قيمته حاليا تقريبا ولات ما 7 مليون أورو، يعني كيف وكيف سيباستيان تونكلي في القيمة التسويقية، رغم أنه يلعب في الدوري الدرجة الثانية الألمانية. والحقيقة عنده عروض من فريق جلطة سراي حسب ما سمعنا آخر الأخبار. الحقيقة نتصور ملاعبي هذا حسب ما سمعنا كيف في صحيفة البيلد الألمانية، كونه فما برشا فرق ألمانية يراقبوا فيه كيما فرانكفورت، كيما بوروسيا دورتموند، كيما البايرن. والحقيقة متاع ربي بالنسبة للؤي نتصور إنه ينتقل لواحد من الأندية الألمانية باش يكونوا أحسن خيار. اختك من الدوري التركي واختك من جلطة سراي وهذا الكل، نتصور أحسن اختيار ينجم يختاروا إذا كان هذا فما عرض للبيع. فريق فرانكفورت هو أحسن اختيار بالنسبة ليه. تحس يعني المهاجمين اللي عندهم نفس ستيل لؤي بن فرحات كلهم تألقوا في فريق كما فريق فرانكفورت. نحكيو على فريق فرانكفورت خرج منه لاعب كما عمر مرموش توا مانشستر سيتي. نحكيو على كيف إيكيتيكي لاعب ليفربول. يعني نحكيو على زوز مهاجمين في ظرف زوز مواسم يوصلوا لأحسن زوز أندية في إنجلترا. يعني هذا ما ينجم يكون كان فريق يطور المهاجمين بالدا. وعلاش لا لؤي بن فرحات يكون واحد من المهاجمين اللي طورهم فريق فرانكفورت. توا خلينا نحكيو على سيف الله الطيف. سيف الله الطيف كيف يلعب في الدور الدرجة الثانية الألمانية كيف وكيف لؤي بن فرحات. والحقيقة سيف الله الطيف يعني هو صحيح عنده لقطات وعاوننا برشا في التصفيات، ما نتصورش انه عنده اداء كبير يخليه انه يكون اساسي مثلا في تشكيلة المنتخب. نتصور له سيف الله الطيف ينجم يكون احتياطي باهي في المنتخب. باهي توا خلينا نحكيو على عمر بن علي مهاجم نادي الصفاقسي. عمر بن علي صاحب الثمانية اهداف تقريبا الموسم هذا. عمر بن علي كان موجود كيف التربص اللي فات وشارك مع المنتخب التونسي. عمر بعد مشاركته مع المنتخب التونسي الحقيقة ما سمعتش عليه برشا أخبار أخرى. عمر عنده 9 أهداف في الموسم هذا. ما نعرفش إذا كان عنده مكان في المنتخب التونسي ولا لا، هذه باش تبقى أكيد اختيارات مدرب. الاسم اللي بعده اللي معانا واللي هو خليل العياري. خليل العياري واللي انتقل من الملعب التونسي باريس سان جيرمان الرديف كما نعرف الناس الكل، وقدم أداءات باهية. أما الحقيقة في الفترة الأخرانية يعني بعد من الأول كان يتطور بالكدا، أما الحقيقة أنا حسيت وصل لنقطة معينة وحبس في التطور. إن شاء الله نكون غلط في النظرة هذه، خاصة كونه في آخر مباراة قبل الأخرانية كانت تحصل على ورقة حمراء، وهي ورقة حمراء يتحصل عليها أي ملاعبي. أما شنية يعني تحس خليل يشد كرة أكثر من اللازم ويحاول إنه يراوغ أكبر عدد ممكن من اللاعبية. هو يبدأ عنده معناها مسار تمرير وينجم يمد باس، ينجم يعمل أسيس، ينجم يعمل توزيع عرضية أي حاجة. هو يفضل إنه يراوغ اللي تتفك له كورة وصفر إنتاجية نحكيه ولا تسجيل أسيست. يعني هذه تنجم تكون نقطة فارقة بالنسبة ليه. نحن نحبه لاعب إيجابي وقت يعمل مراوغة باش تكون يعني تسهل له المأمورية إنه يعمل أسيست واللي يسجل الهدف. ان شاء الله خليل يتطور من الناحيه هذه، خاطر خليل هو اللاعب الوحيد الموجود حاليا بالنسبه للمنتخب التونسي اللي نجم يكون يلعب كجناح ايمن، خاصه كونه ملاعبيتنا يكون على اليسار. يعني خليل مهم برشا بالنسبه للمنتخب. الاسم اللي بعده اللي معانا وهو حازم مستوري. اسمع من توا
حازم مستوري من غير ما نحكيو فيه الموضوع أكثر من اللازم، ما عندوش مكان في المنتخب. أنيس السعيدي كان موجود كيف في الطرابلس اللي فات وما خذاش وقت في الملعب، ما نعرفش إذا ما نتصورش أصلًا إنه يكون موجود في طرابلس كأس العالم. اللاعب الأخير معانا واللي هو إلياس العاشوري. إلياس العاشوري بداية موسم كانت زادة صعيبة عليه العاشوري، ومن بعد تعرض الإصابة اللي خلته يبعد على مكانه أو يفقد مكانه الأساسي مع فريقه كوبنهاجن في الدوري الدنماركي، ومن بعد رجع من الإصابة وفقد مكانه كما حكينا، ومن بعد رجع على المكان الأساسي، وفي آخر مباريات قدم مستويات باهية تقريبا 6 مباريات ورا بعضهم يصنع هدف ويساهم في هدف، يعني يعمل اسيست، وهذه حاجة باهية. أكيد رياس العاشوري زاد واحد من أحسن الأجنحة اللي موجودين بالنسبة لمنتخبنا، وإن شاء الله باش يكون موجود في كأس العالم. المهم هذوما الأجنحة والمهاجمين اللي موجودين حاليا بالنسبة للمنتخب التونسي. أكيد إن شاء الله ما نكونش ضيعت أسماء آخرين. كان فما أسماء آخرين أكيد الإطار الفني ومدرب كل شيء هو اللي باش يقيم، وهو باش ياخذ أحسن تشكيلة ممكنة، وتوا نعمل مع بعضنا أحسن تشكيلة ممكنة نلعبوا بها في كأس العالم. إن شاء الله الفيديو يكون عجبكم، نتقابل الفيديو جاي إن شاء الله، وسلام.